مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. دور هام لغرف انتظار الحوامل لضمان صحة الأمومة والطفولة بإقليم شمال البحر الأحمر. ارتفاع نسبة الحوادث في عام 2025 بأكثر من 7%. توسع مؤسسات الخدمات الاجتماعية في مديرية منصورة. مفاوضات أمريكا وإيران يوم الخميس المقبل بين اتفاق وضربة. القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من أكبر قواعدها في سوريا. أوروبا تلوح بتعليق الاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد تقييم أجري في مدينة مصوع أن إنشاء غرفة انتظار الحوامل في إقليم شمال البحر الأحمر يسهم إسهاما كبيرا في تعزيز الأمن الصحي للأمهات والأطفال. وفي تقريره لعام 2025 ذكر مسؤول فرع وزارة الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر الدكتور هينوك تكيه أنه تم تنفيذ معظم البرامج المخطط لها، حيث زادت رعاية الأمومة بنسبة 5% والولادة في المرافق الصحية بنسبة 2% واستخدام غرف انتظار الحوامل بنسبة 4%. وأضاف أنه تم إجراء عمليات جراحية ل 680 من السكان وفحوصات عيون لأكثر من 5000 من السكان، وبدأ تطعيم الأطفال ضد التهاب الكبد وتوزيع معدات طبية حديثة وأدوية بقيمة تزيد عن 3 ملايين نقفة. ونوقشت تقارير حول أنشطة الوقاية من الأمراض المعدية وتغطية التطعيمات للأمهات والأطفال والرعاية الأساسية قبل الولادة وبعدها والصرف الصحي البيئي ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها ومراقبة صحة الأم والطفل وخدمات الأمومة وطب الأطفال المتكامل وصحة الخصوبة. وفي رسالتها قالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين إن تغييرات جوهرية تسجل في صحة المجتمع عموما وصحة الأم والطفل على وجه الخصوص. وأخيرا اقترح تعزيز غرف انتظار الولادة والاهتمام بالمرافق الصحية التي تحتاج إلى صيانة وتشجيع الأمهات على الولادة في المرافق الصحية ومعالجة نقص الأدوية الأساسية وتعزيز تدريب ممثلي الصحة في القرى. هذا ويوجد في إقليم شمال البحر الأحمر مستشفى مرجعي و3 مستشفيات عمومية و10 مراكز صحية و27 مركزا صحيا و34 مركزا فرعيا بإجمالي 75 مرفقا صحيا عاملا في الإقليم. أفاد مسؤول فرع المرور في قيادة الشرطة الإريترية المقدم محاري نوبوسي أن حوادث المرور ازداد معدلها بنسبة 7.2% على مستوى البلاد في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وذكر أن 129 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 1964 آخرين بجروح خطيرة وطفيفة في 4056 حادثا سجلت خلال عام 2025، مما تسبب في أضرار في الممتلكات قدرت ب 42 مليون نقفة. وبحسب التقرير انخفض معدل الوفيات بنسبة 3.7% وارتفع معدل الأضرار على الممتلكات بنسبة بلغت 4.6%. هذا وقد وقع 2592 حادثا منها في الإقليم الأوسط و410 في القاشبركة و304 في عنسبة و366 في الإقليم الجنوبي و355 في شمال البحر الأحمر و29 حادثا في جنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى الأسباب الرئيسية والتي أدت إليها هي عدم إعطاء الأولوية عند السير وعدم الالتزام بالمسار الصحيح وعدم الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات والرجوع إلى الخلف بشكل غير صحيح والقيادة المتهورة. وأضاف المقدم محاري أن 98% من مرتكبي هذه الحوادث المرورية كانوا من الذكور وتتراوح أعمارهم من 19 عاما وحتى 29.
أما بالنسبة للمركبات التي تم رصدها بمخالفات مرورية فقد بلغ عددها أكثر من 136,553 مركبة، وبلغ إجمالي الغرامات التي فرضت عليها أكثر من 24 مليون نقفة. وأخيرا حث المقدم محاري السائقين على متابعة حالة مركباتهم وإجراء عمليات فحص المركبات في الوقت المحدد والالتزام بقوانين المرور وإشاراتها والقيادة بحذر حفاظا على سلامة جميع مستخدمي الطرقات والممتلكات. أفاد مدير مديرية منصورة سيد الدسي قبر قرقيش أن المبادرات التي تقوم بها أو يقوم بها المواطنون لتوسيع نطاق خدمة مؤسسات الخدمات الاجتماعية تسجل إسهامات جديرة بالثناء. وأضاف أن المديرية تتمتع بتوزع مرضي لفرص التعليم في جميع إدارات الضواحي، بالإضافة إلى تأسيس 4 عيادات ومركز صحي، والتي بدورها تقدم الخدمات الصحية اللازمة بفعالية، مشيدا بمبادرات المجتمع الرامية إلى تطوير وتوسيع مؤسسات الخدمات الاجتماعية في كافة أنحاء المديرية. وأشار السيد الدسي إلى أن مبادرة الأهالي في تشييد مشروع مياه قرقر وبناء فصول دراسية إضافية في تنشآي ومقراح ومد نقاط محطات توزيع للمياه في منصورة إلى جانب الجهود التي تبذل من قبل الأهالي لتلبية نواقص المؤسسات الصحية ودعم المعلمين هي نتاج الجهود المتضافرة التي تتمحور على مشاركة المجتمع الفعال والمبادرة الواعية. وأكد المواطنون مدى استفادتهم من عملية تطوير ودعم مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي تتم بمشاركة المجتمع الواسعة، متعهدين بالاجتهاد لتلبية المتطلبات الأساسية لتحسين أداء وجودة الخدمات الاجتماعية بشكل منظم على مستوى إدارات الضواحي والقرى. صرح في المنتدى الذي عقد في مديرية صنعاء من 18 وحتى 20 من فبراير الجاري لمناقشة سبل تحسين جودة التعليم أنه من الضروري أن تقيد التحسينات والتقييمات التي تخصصت بجودة التعليم بالمقاييس الزمنية والتطورات الواقعية. وأوضح مسؤول المؤسسات التعليمية بالمديرية الأستاذ عمر الدين محمد في التقرير الذي قدمه أنه تم تسجيل 15,600 طالب، 47% منهم من الإناث من الصف الأول وحتى الصف 11 في الفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026، وإن نسبة النجاح لذات الفصل الدراسي وصلت إلى 84%. وأشار إلى أن التحسن الشامل في أداء الطلاب الأكاديمي هو نتيجة للجهود المتكاملة التي بذلت، وإنه من المهم أن يتم تعزيز العلاقة الثلاثية ما بين الطالب والمعلم وأولياء الأمور لتحصيل أكاديمي أفضل مستقبلا. ودعا مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد قرماي قبرهوت بدوره إلى تقوية العلاقة بين المجتمع والمؤسسات التعليمية للعمل بجد لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عملية التعليم والتعلم ومحاربة ظاهرة مقاطعة الطلاب للدراسة. وذكر مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ تزقي بأهمية دور الشركاء في الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات التعليمية بتحديد ومواجهة التحديات التي تواجه العمل، حيث يلعب المجتمع والشركاء دورا لا يستهان به. وقدم الحضور مقترحات تناشد بعزل رياض الأطفال التي تعمل حاليا إلى جانب المدارس ببناء مرافق خاصة بها، وتضافر أولياء الأمور والمدارس وإدارات الضواحي للتكامل في هذا الصدد، وتوفير الكتب اللازمة للعملية التعليمية والعمل على تكريم الطلاب والمعلمين المتميزين، بالإضافة إلى تقديم دعم دراسي إضافي للطلاب الذين يتدنى مستواهم الأكاديمي. في غضون ذلك أشار مسؤول التعليم في مديرية عصب الأستاذ كحس مغوس في لقاء مماثل نظم يوم 19 من الشهر الجاري، أشار إلى أن مشاركة الأهالي الفعالة في تطوير المؤسسات التعليمية بإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العملية تسهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب ورفع جودة الخدمات التعليمية التي تقدم فيها. ألقيت محاضرة حول الصحة العامة والممارسات الضارة وعواقبها القانونية لأكثر من 1000 مواطن من سكان مديرية تراغولو يوم أمس 22 من فبراير. ركزت المحاضرة التي ألقاها أعضاء من فروع الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط ومكتب المدعي العام، تناولت مواضيع حقوق الأطفال وممارسة ختان الإناث والتوعية القانونية المتعلقة بالممارسات الضارة والوقاية من الإدمان.
وحثت مديرة المديرية السيدة لؤلؤ أسرات في كلمتها السكان على الاستفادة من المحاضرات التي يقدمها المختصون بشكل صحيح، ومتابعة أحوال أطفالهم والتصرف بيقظة في المحافظة على أمن أحيائهم. في غضون ذلك نظم فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بالإقليم الأوسط جولة يوم 21 من الشهر الجاري إلى منطقة مايدة منت وقاعة زاغر التاريخية بهدف توارث القيم الوطنية بين الأجيال وخاصة الشباب. شارك في الجولة طلاب من مدارس سماتات وحلاي ودندن الثانوية. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. تعود الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة التفاوض في جنيف في جولة توصف بأنها مصيرية وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في الشرق الأوسط وتهديدات أمريكية صريحة باللجوء إلى القوة إذا تعثرت الدبلوماسية. الجولة الثالثة التي أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي انعقادها بنية إيجابية لإنجاز اتفاق تأتي بعد محادثتين بوساطة عمانية في مسقط وجنيف خلال فبراير، لكنها تختلف هذه المرة في السياق والرهانات. ويرأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما يمثل الجانب الأمريكي مستشارا الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إشارة إلى أن الملف بات تحت إشراف مباشر من البيت الأبيض. وتحدث مسؤولون أمريكيون عن أن هذه الجولة تمثل الفرصة الأخيرة قبل اتخاذ قرار عسكري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نفسه مهلة بين 10 و15 يوما لتحديد مسار الأمور، محذرا من أن أشياء سيئة ستحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. بدأت القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدة قسرك الرئيسية شمال شرقي سوريا، حسب ما أفاد مصدر كردي لوكالة الصحافة الفرنسية. وتأتي هذه الخطوة بعدما أخلت الولايات المتحدة قاعدتين أخريين في غضون أسبوعين. وتضمنت المرحلة الأولى نقل جنود ومعدات من قاعدتي الشدادي جنوب الحسكة وحقل العمر في محافظة دير الزور، التي نقلت تعزيزاتهما مؤخرا إلى قسرك تمهيدا لبدء العملية. وأنهت القوات الأمريكية وجودها في الشدادي بعد عملية انسحاب استمرت لأكثر من 10 أيام اتسمت بكثافة النقل الجوي والبري، ثم تسلمت قوات الجيش السوري القاعدة رسميا عقب تنسيق مباشر مع واشنطن. يتجه البرلمان الأوروبي إلى تعليق تنفيذ الاتفاق الجمركي المبرم مع الولايات المتحدة على خلفية قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم عالمية جديدة رغم الهزيمة القضائية التي تعرضت لها سياساته الجمركية. وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرنارد لانجي إنه سيقترح خلال جلسة استثنائية لتعليق الاتفاق، مشددا على أن لا أحد يعرف الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة أصلا على الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قد اتفقت مع ترامب الصيف الماضي على ألا تتجاوز الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة نسبة 15%، إلا أن الاتفاق الذي صيغ لاحقا بشكل قانوني مع الجانب الأمريكي لا يزال بانتظار مصادقة البرلمان الأوروبي. اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جين ميونغ والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال قمتهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والفضاء والصناعات الدفاعية والمعادن الحيوية وغيرها. وخلال القمة قال الرئيس الكوري الجنوبي إنه ونظيره البرازيلي اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، واعتمدا خطة عمل مدتها 4 سنوات لتعزيز التعاون في السياسة والاقتصاد والتعاون العملي والتبادلات على مستوى الأفراد.
ولتعزيز التعاون العملي وقع البلدان 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات تغطي مجالات التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والغذاء والأمن. وعرب لي جيه ميونغ عن أمله في أن ترسخ هذه الاتفاقيات إطارا للتعاون في مجالات الصناعة والرعاية الصحية والزراعة، مع توسيع نطاق التعاون ليشمل الصناعات المستقبلية بما في ذلك الفضاء والصناعات الدفاعية والطيران. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دور هام لغرف انتظار الحوامل لضمان صحة الأمومة والطفولة بإقليم شمال البحر الأحمر. ارتفاع نسبة الحوادث في عام 2025 بأكثر من 7%. توسع مؤسسات الخدمات الاجتماعية في مديرية منصورة. مفاوضات أمريكا وإيران يوم الخميس المقبل بين اتفاق وضربة. القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من أكبر قواعدها في سوريا. أوروبا تلوح بتعليق الاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة الأمريكية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.